أنا طبعا الأول مساء الخير ولحضرتك كل المشاهدين والأصدقائي النواب. اهلا وسهلا. طبعا الكلام على الضرايب، الناس تسمع كلمه ضرايب كلنا بتتخض يعني، واحنا بالليل يعني كمان قبل النوم. بس لو الناس فهمت اهميه الضرايب وعرفوا انه لو ما فيش ضرايب في العالم كله، الضرايب تمثل الجزء الاكبر من الايرادات في اي دوله، يعني سواء دوله ناميه او دوله كبرى. الضرايب في بعض الدول بتوصل ل 90%، لان انت لما يبقى عندك نشاط اقتصادي وكل ما بيزيد النشاط، انت مش دوله اشتراكيه بتعتمد على القطاع عام، ده دوله رأسمالية، او يعني بلاش رأسمالية، سوق حر زي معظم دول العالم، في نشاط اقتصادي، وبالتالي في ايرادات ضريبية بتيجي هي تمثل العمود الفقري لايرادات الدولة. تمام. ولو ما فيش ايرادات ضرائب يبقى هتتجه لقرض، وبالتالي بتؤثر بقى على مستقبل على، مش تؤثر على الاجيال اللي موجوده، ولكن على الاجيال الحاليه، لان يبقى عندك فوائد قروض. ولما بنقول قرض من صندوق نقد دولي لاهداف معينه، لو ما فيش ايرادات ضريبيه هنضطر ناخد مزيد من القروض. فالضرايب مش كلمه وحشه، بالعكس لو الناس فهمت ان الضرايب دي شيء مؤثر ومهم، دور مجتمعي تعبر عن قوه المجتمع. بالظبط، لانه في العالم كله بكلمه دافع الضرايب ده الراجل اللي هو بيمثل، يعني دايما يقول لا تمثيل بدون ضرايب، يعني كمان مجلس النواب لانهم دافعي ضرايب فبيمثلوا دافعي الضرايب، وبالتالي هم اعضاء مجلس نواب. فدي نقطه مهمه جدا. لما نيجي نتكلم بقى على